معنى ولي؟ ولي يلي أمرك، يدفع عنك الضر ويجلب لك النفع، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. قال ربنا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومعنى وهو الولي الحميد أي أنه جل وعلا لا يضيع أولياءه. وكان العباس بن عبد المطلب إذا دعا يقول: اللهم لا تجعلنا بدار مضيعة، اللهم لا تجعلنا بدار مضيعة. فربنا جل وعلا هنا يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. وقال بعدها: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يجعل قلبك رقيقا أن تنظر في أحوال الصالحين في القرآن الذين لجأوا إلى ربهم فكشف الله كربتهم، حتى لو قرأتها قراءة مسترسلة، لكن لا بد أن تقف عندها وتحيي بها في بعض الأحيان بعض ليلك. تعجب زكريا من البشارة فقال له الملك: قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. وتعجبت مريم من أنها تحمل من غير زوج فقال لها الملك: كذلك الله يخلق ما يشاء. وتعجب إبراهيم وزوجته سارة من أن يأتيهم ولد على كبر فقالت لهم الملائكة، قالت لسارة: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هؤلاء نفعهم صالحات كانت لهم قبل أن يدعوا، فلما دعوا كتب الله جل وعلا لهم بصلاحهم وبرحمته من قبل ومن بعد أن أغاثهم. ومنهم وأنت تتلو نبي الله يونس يوم أن لجأ إلى ربه يقول كما قال الله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا يرى فيها للظلمة ولا يسمع فيها لبعد القعر. هذا لو كان يدعو مخلوقا فالمخلوق لا يسمع صوته ولا يراه، لكنه كان يدعو من يسمع الأصوات وإن خفيت، ويقضي الحاجات وإن عظمت، ويجيب الدعوات وإن كثرت، ويغفر الزلات وإن جلت، وهذا كله لا يقدر عليه إلا الله. قال ربنا: فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو كعبد ضعيف قدم أكثر ما يقدر عليه، وهي كلمات يستجدي بها رحمة ربه. ماذا كان له بعد ذلك؟ رد الله إليه قوته وشاع ذكره واجتباه خالقه وآمن قومه، وهي عطايا جليلة من رب جليل. والله لما ذكره بين أن يونس قد مات، لكن الذي أغاثه حي لا يموت. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم قال ربنا: وكذلك ننجي المؤمنين. وأعظم ما يمكن أن تدعو الله به بعد أن تسأل الله أن يرزقك الجنة وأن يجيرك من النار هو أن يغفر الله لك ذنوبك. ما حمل على الكاهل شيء أعظم من ذنب يحمله بنو آدم، وهذه الذنوب كتب الله أنها وزر ولا يمكن أن يذهبها إلا الخلاق العظيم، قادر على أن يغفرها. وإذا بلغنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه علم أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أخذنا بوصية رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى الصديق أبي بكر وقلنا: اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. أحيانا يعز المطلوب أو
يتسلط المرهوب. هنا يظهر حقيقة التعلق بالله. فبعض الناس إذا عز المطلوب يقل ويحجم عن الدعاء ظنا منه أن هذا لن يتحقق، وإذا تسلط المرهوب يحجم عن الدعاء ظنا منه أن هذا لن يرفع. من الذي يقدم على الدعاء؟ من حسن ظنه بالله. ما معنى حسن ظنه بالله؟ ليس كما يفهم بادي الرأي أن الله رحيم وتقف، هذا لا يكفي. حسن الظن بالله أولا أن تعلم أن الله يقدر، ثم تعلم أن الله يرحم، لكن في الأول لا بد أن تعلم أن الله يقدر، وإلا وأنت في حال بلاء حتى من يراك من بني آدم يرحمك. فليس الحال بينك وبينه أنه لا يرحمك، لكنه لا يقدر على نصرتك، لا يقدر على أن يرفع بلاءك. فحسن الظن بالله مفتاحه أن تعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى تكون هذه الحقيقة في القلب راسخة. هذا ما يقرأ في كتب، ولا يدرس في كليات، ولا يعطى في محاضرات، هذا من القرآن. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا مفتاح العبودية الأعظم، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا هذا اليقين رسخ في القلب، أي هذا من الخلق حتى تبالي به، حتى تسأله، حتى تقف عند بابه؟ لا يوجد أحد. إذا غلب على ظنك بل ملئ قلبك يقينا أن الله وحده على كل شيء قدير، وقتها متى ما تسلط المرهوب أو متى عز المطلوب علمت أن الله جل وعلا يقدر على أن يدفع البلاء، وعلى أن يتم النعماء، وعلى أن يتفضل عليك. لكن اقرأ ما من الله جل وعلا به على خلقه. ألم يكن موسى عليه السلام حبيسا في قصر فرعون، يقول عنه فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، لا يكاد يعرف ماذا يقول. هذا في من؟ في نظر فرعون، لكنه عند الله وكان عند الله وجيها. أخرجه الله من قصر فرعون ثم جعله راعي غنم، لكنه وهو يرعى الغنم كان يعرف أن الله وحده واهب النعم. رعاها 10 سنين على عفة فرجه وإشباع بطنه، ولا يعبد غير ربه ولا يسأل أحدا غير الله. فلما أراد الله به فضلا أخرجه الله من الصحراء من رعي الغنم من أرض مدين، وساقه إلى أرض مصر على غير موعد عنده، أي عند موسى. ثم جئت على قدر يا موسى عند الله، وكلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه وجعله نبيا ورسولا. وأين موسى؟ يقول عليه الصلاة والسلام قبره عند الكثيب الأحمر، مررت به وهو قائم يصلي في ليلة الإسراء والمعراج، أي أنه ميت في دار البرزخ، لكن الذي قربه وناجاه وأدناه وكلمه وأغاثه ووهبه حي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. والمقصود